هادو انجح كروكات تاع الدجاج رايحين ديروهم، يجيو مقرمشين من برا وطريين من داخل وبمقادير مضبوطه ورايحين ينجحوا معاكم من اول تجربه ومستحيل يتحلوا معاكم في المقله. احتفظوا بالوصفه رمضان ان شاء الله راهو على الابواب. في مقله حطيت شويه زيت ومغرف صغيره زبده وزدت عليهم حبه بصل مقطعه مع زوج سنات مقطعين، قليتهم مليح. بعدها زدت نص دجاج مقطع قطع صغيره والتوابل ملح فلفل كحل زنجبيل وتابل الدجاج مع مغرف صغيره موطارد، نقليهم مليح حتى يدينا اللون الذهبي ونرحيوه في الاشوار. ارحيوه مليح وباه ما يتحلوش معاكم لي كروكات راح نزيدو حبه بطاطا صغيره اللي كنت غليتها ورحيتها مع مغرف كبيره لا شابلور. اعجنوها مليح واذا شفتوها جاريه زيدوا لها مغرف خلاف حتى تحصلوا على خليط لازم يكون طري. شكل كوريات وزن 30 غرام ونحلوهم في الوسط. وباه نحشيهم راح نستعمل اوريجينال تشيز من فونديلي بزاف بنين وراح يعاونكم في الخدمه. حطيت منه كميه في الوسط وغلقتها بهذه الطريقه وكعبرهم مليح باه ما يتحلوش معاكم في المقله. بعدها نغطسهم في البيض ومن بعدها في الشيبس ونعاودوا نغمسوهم للمره الثانيه في البيض ومن بعدها في الشيبس ونحطهم في الكونجيلاتور ساعه. بعدها نقليهم في زيت تكون سخونه على نار قويه حتى يتحمروا ويديونا هذا اللون الذهبي. وباه نعمر لي فيرين راح نستعمل لاصوص فخوماجير من فونديليس اللي بزاف بنينه. حطوا منها كميه مليحه مع معدنوس مجفف وزينت لي كروكات بالفرماج والزيتون وحطيتهم فوق لاصوص وهكا يكونوا وجدوا. قدموهم وبصحتكم.